السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخاطبتكم الأستاذة رجاء الحاج منصور بن علي المحامية. أنا نحب نتقدم بالشكر الجزيل لأختي الفاضلة ذكرى بالوفاء المعروفة بنشاطها على الفيسبوك باسم تونسية حرة. بالفعل هي كي اختارت تونسية حرة اسم على مسمى. ذكرى ما تعرفنيش في الحقيقة، يعني ما عاشرتنيش، ما عندهاش بيا حتى اختلاط، ولكن من خلال مواقفي ومن خلال ما نكتب فيه ومن خلال ما انزلته من أشرطة، ذكرى أنجزت شريط ودافعت عليا بما عرفته عني. الله يبارك لك يا ذكرى، الله يفتح عليك دنيا وآخرة، الله يفضل لك بنتك، نورت عينك. ذكرى اللي ما تعرفنيش تدافع عليا وزملائي، أنا أقول زملائي، سورتو زملائي المحامين والمحاميات اللي عندهم نشاط على الفيسبوك أو اطلاع على الفيسبوك، عندهم حسابات على الفيسبوك. ما لقيت حتى واحد منهم يطلع ويعمل شريط. سؤال نسأله، علاش هذا الصمت المريب؟ انتم ما تعرفوني مليح، سواء كانوا نهضويين او تجمعيين، عندي زملاء تجمعيين هنا موجودين على الفيسبوك متاعي، اصدقاء، او قوميين. يا اخي اذا كان الكلام هذا صحيح اللي قاعدين معناها ينشروا فيها عليا، اخرجوا ايدوا، انا نحبكم تخرجوا تأيدوا. لماذا هذا الصمت؟ على كل، الناس معادن، ذهب وفضة وقصدير، وللرجال مواقف. وموقف ذكرى من فرنسا لن أنساه طول حياتي، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني المجموعة اللي موجودة في تونس الكل هنا، واللي مخالطتني ومعاشرتني وقرأت معايا وكليت وشربت معايا، واللي خرجنا في مظاهرات مع بعضنا، واللي يعرفوا مواقفي في المحكمة، واللي يعرفوا رجوليتي، حتى واحد منهم اتكلم أنا نعرف علاش، لكني مش نقول علاش، مش كل شيء تعرف يتقال. وبالنسبة البابا اللي تحط معناها في لجنة تنسيق ولا شعبة ولا اللي قالوا عليه بابا ضابط أنا في الجيش التونسي، واللي يكون يخدم في الجيش التونسي ما ينجمش يكون معناها رئيس شعبة ولا في لجنة تنسيق، مش هكا؟ وإلا الضباط متاعنا ولاو زاد داخلين في الأمور السياسية في عهد بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.